عسلامة. أنا اسمي محمد زياد قرقر، تلميذ سنة 6 أولمبي. أنتم بعدين نقول لكم إيش معناتها أولمبي. عندي 6 سنين في طيبة، ما نعرفش كيف تعديها. طيبة هي داري وعائلتي الثانية، عائلتي كبيرة وتتكون من 800 أخو وأخت. ما عندناش تيران واحد، عندنا تيرانات، ما عندناش ساحة برك، عندنا ساحات. بالنسبة لي أكثر حاجة تعجبني هي مهارة الحياة. على عكس الكتب الآخرين ماناش نقراو عربي فرنسي أنجلي برك، نحن نقراو مهارات الحياة، كيفاش نعيشوا، كيفاش نتواصلوا مع العباد، كيفاش نفهموهم، كيفاش نخرجوا من الشعر. كل حصة هي مغامرة، كل حصة حكاية جديدة. في ألعاب، بعمل مجموعاتي وبارشا جو محبة. راكم تتسألوا شو معناتها أولمبي؟ أولمبي هو طيبة أولمبيك كلاس، واللي ينقسم ل4 حاجات: فوت، ناتاسيون، جيمناستيك وروبوتيك. في الصباح نقراو كيف ما الناس الكل، وفي العشية نمشيو نعيشو غرامنا. كنت صغير كنت نعمل فوت. في 4 جيت ما قالت لي راهو نعطيكم روبوتيك، ما عادش مصدق روحي. نقص فوق الفرش باش نعيش غرام، باش نعيش الحاجة اللي نحبها، الحاجة اللي أنا نعشقها. وبالمجد هذاك اللي صار. شاركنا في مسابقات داخل وخارج تونس، سافرنا، ربحنا وعملنا برشا جو. بالي بروحي مغروم كان بروبوتيك. أما كي شفت الكلوب اللي موجودين قررت إن نجرب موهبة أخرى. عرضت علي معلمتنا ستي مريم اللي أنا نعرف نرسم، واللي أنا هذه حاجة ما كنتش نعرف على روحي. جيت وقالت لي إياد، إذا حاجتك بيا باش نعرفك في أي حاجة، إذا يجيني في صدي بروف في أي وقت نعاونك ونكون معك. وبالمجد عاونتني وحسيت روحي في طيبة بأمان، حس في روحي مرتاح مع برشا عبيد يحبوني وعبيد معي وديما يدعموني.